كل شخص مننا عنده البابا بتاعه. خليني اعرفك ان البابا بتاع صناع المحتوى هو الماسكينج تول. خلينا نضرب عصفورين بحجر واحد واقول لك ما هو بيني وبينك انت اللي هتكمل بقى مش انا. الفيديو ده انا عامله لشبكه الايربودز برو تول لسه اصلا يا جماعه، واللي فيها ميزه قويه قوي هي النويز كانسليشن، يعني تقدر تشيل لك صوت اي حد في الخلفيه. الفكره اللي جت في دماغي ان انا اقرب من الكاميرا وبعد كده هيظهر 3 اشخاص، شخص هنا وشخص هنا وشخص هنا كمان، وبعد كده صوتهم يختفي مره واحده كأن في نويز كانسليشن اشتغل. يعني كل اللي هتعمله ان انت هتثبت الكاميرا بتاعتك وتصور اول مشهد زي ما انت بتصور، اقعد تتحرك بقى في الاماكن اللي انت عايزها. وبعد كده قدامك حل من اتنين، تستخدم الروتو براش تول من ادوبي افتر افكتس، والحل الثاني بقى انك تستخدم الماسكينج تول في برنامج ادوبي بريمير، وما انصحكش بيها خالص في فيديو زي ده. نبدا ننزل الشخصيه دي عن الخلفيه كلها، هنتك على كليك يمين ريبليس وذ افتر افكتس كومبوزيشن. طبعا في اول فيديو خالص هنفصل العنصر الاساسي اللي هو احنا، بعد كده هننزل الشخصيه بتاعتي من كل كليب من الكليبات اللي احنا صورناها، ونبدا نحط كل الفيديوهات دي فوق بعضها، وبعد كده هنظبطها ونعدل على الالوان بتاعتها ونعمل شويه ساوند وفيجوال افكتس، ودلوقتي ده شكل النتيجه النهائيه. جالك النهارده باحسن سماعه تخليك ما تسمعناش. تابع معايا لحد اخر الفيديو. بعد الفيديو ده انا اقتنعت ان المونتاج ما سابش لحد حاجه. او بالمناسبه الشاشه الكيرفد ال 165 هرتز دي عليها جيف اواي، خش في تعليق المثبت وهتفهم كل حاجه.